نحضر معنا سي مولاي عبد الله الرقاني، عضو المجلس الاعلى الاسلامي الاعلى. اليوم واش كلمتك اليوم هو اضرار والجزائر عموما تحتفي بالذكرى 23 لوفاه سيدنا الشيخ سي محمد بن الكبير؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه. حقيقه هذا اليوم يوم مشهود، وإن صح التعبير فإن الشيخ سيدي محمد بن الكبير كان أمة. إن سألت عن العلم فهو بحره، وإن سألت عن الجود والكرم فهو صاحبه، وإن سألت عن الأخلاق وتطبيقها تطبيقا علميا تطبيقا منهجيا في بيته وفي أسرته وفي طلبته وفي مجتمعه فهو الرائد فيها. فحق أن توضع له أيام وليس يوم، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذا اليوم يوم مشهود، يوم ينبغي تعظيمه. قال تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن نعتبر أن هذا اليوم له قدسية، كونه يرمز أو يشدنا إلى هذا الشيخ. وإن أرادت توات عموما وأضرار خصوصا والجزائر كلها أن تحذو حذو هذا الشيخ، فلتكن على يقين أنها أخذت بالسعادة والطمأنينة والهناء، لأن الشيخ رحمه الله كان لا يعيش لنفسه أبدا، كان يعيش للأمة، كان يحمل هم أمة، يعلم الصغار والكبار ويصالح بين الناس ويعقد مجالس الصلح ويرد الناس إلى خالقهم، يربطهم بخالقهم ربطا فقهيا علميا مقننا من خلال دروسه ومن خلال تعاملاته ومن خلال أخلاقه. فكان مثالا يحتذى به، يطبق أقوال وسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس يعني شيئا بسيطا، وإنما كان تطبيقه لها حبا في سيدنا رسول الله، وحبا في هذه الأمة، وحبا في ما هو عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما جعلنا من أحبابه ومن إن شاء الله المنتسبين له أن نحذو حذوه وأن نسير على خطاه، وأن يجعل هذا اليوم إن شاء الله يوما مباركا علينا وعلى أمتنا وعلى بلدنا وعلى أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا، اليوم السلطات العليا في البلاد اعتمدت هذا اليوم كيوم وطني للإمام، وأنتم باعتباركم إمام، ما من كلمة الإمام؟ طبعا هذا يرمز إلى رابطة، فكأن السلطات العليا موفقة في اختيار هذا اليوم توفيقا ربانيا أعتقده. هذا مما وفق الله سبحانه وتعالى سلطاتنا، وعلى رأسهم السيد عبد المجيد تبون الذي له الحمد لله ربط وثيق بهذه الولاية وبهذه الربوع، وله ربط وثيق والحمد لله بكل ما يرفع من شأن الأمة، أن اتخذ هذا اليوم يوما للإمام في العام، وكأنه يريد أن يقول للإمام: يا أيها الإمام، إذا أردت أن تكون إماما أمة، إذا أردت أن تكون إماما صالحا مصلحا فقيها متفقها راشدا ترشد الناس، فعليك بمنهج الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم سيد محمد بن الكبير رحمه الله. فلا غلو فيه ولا إفراط ولا تفريط، وإنما منهج سوي سني قائم على أصول الشريعة والحمد لله. فكل إمام يقف في المنبر لينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتذكر اليوم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمنه أمانة، والذي حقق لنا هذه الأمانة هو الشيخ سيد محمد بن الكبير. فالإمام صاحب رسالة في المجتمع، لا يعيش لنفسه وإنما يعيش لمنهجه، يعيش لدينه، يعيش لأمته، يعيش للأخلاق التي علمها إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا، خلينا نغتنم اليوم فرصة وجودك معنا. أكيد بعد 23 سنة اليوم من وفاة الشيخ محمد بن الكبير، إلا أنه مازال الوفود يوم حاضرة ومازال تتوافد، وأيضا نرى أيضا الربط بين هؤلاء الصغار واعتماد اليوم سلطات الولائية مبادرة الحفيد الصغير، فقط لأن نعرف بشخص محمد بن الكبير مآثره. طبعا هذا إن دل على شيء فإنما يدل إن شاء الله على أن الشيخ كان صادق. فصدقه أو وقوفنا اليوم
وتوافد هذه الوفود اليوم إلى الولاية دليل على أن الشيخ كان صادقا في تعامله مع مولاه، صادقا في تعامله مع مجتمعه، صادقا في تبليغ رسالته، كان لا يبتغي بذلك إلا الله والدار الآخرة، فلذلك كرمه الله حيا إذ توافدت عليه الطلبة 1200 طالب وصلت مدرسته، وكرمه الله سبحانه وتعالى ميتا إذ أن هؤلاء الطلبة والمحبين والمريدين ما جاء بهم إلا محبة الشيخ وإحياء لمآثره وسيرا على خطاه. فكانت هذه الذكرى اليوم، ومن خلالها كذلك كما قلتم الحافظ الصغير ينبغي أن نبث في روعي وفي أنفس أبنائنا الصغار هذه الشخصية الفذة، شخصية الشيخ سيدي محمد بن كبير، ومن خلاله كل المشايخ رحمهم الله في منطقة سوات. فالحافظ الصغير أو المنشد الصغير أو الخطيب الصغير أو الصحافي الصغير كما قال السيد الوالي، وهو مشكور على هذه المبادرة ومن خلاله إلى كل إطارات شؤون دينية، أن مبادرة الحافظ الصغير وربطها بهذا الحدث اليوم تدل على أن إن شاء الله هذا القطاع، قطاع الشؤون الدينية، يتعافى بل ثابت على عهده وثابت على خطاه، ويريد أن يلخص وأن يركز وأن يثمن الجهود التي قام بها الشيخ ويجعلها في قالب مدني متحضر ليلقيها إلى هذا الحافظ الصغير. ولسان حالهم يقول له: يا أيها الحافظ الصغير، ويا أيها المنشد الصغير، ويا أيها الخطيب الصغير، ويا أيها الصحافي الصغير، إذا أردت أن تكون كبيرا كالشيخ سيدي محمد بن كبير سر على خطاه. شكرا جزيلا، ونحن على خطى بالكبير. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. الله يرحمه الشيخ رشيد.